قررت أعمل سلسلة متعلقة بريادة الأعمال والبزنس بس برضه من زاوية مختلفة تماما. في الفيديوهات دي هديلك مجموعة من الأسرار في مجال ريادة الأعمال والبزنس، وهنقدمها بشكل مختلف وهتكون سهلة وبسيطة. أصل الناس دايما بتتكلم عن النجاح بس مش بتتكلم عن ما وراء الكواليس للنجاح ده، ومش كتير من الناس بيتكلموا في المنطقة الشائكة دي. هتكلم معاكم عن لستة التضحيات، الأمية المالية، الأمية الإدارية، الفلوس بتتعمل إزاي وممكن تخسرها برضه إزاي. هل ممكن تتخيل ان اسباب فتح شركتك ممكن هي نفسها تكون اسباب قفل شركتك؟ اهلا بيكم في الجزء الاول من سلسله جديده في رياده الاعمال والبزنس، عقليه ناجحه تساوي شركه ناجحه. المشكله ان معظم اللي بيفكروا يفتحوا شركات بيكونوا شايفين صوره خياليه من الافلام والمسلسلات، وده ملوش اي علاقه بارض الواقع، او بيكونوا شايفين نماذج يعني ناجحه في المجتمع بس من غير ما يعرفوا هم تعبوا قد ايه وعملوا كام محاولة لحد ما وصلوا للنجاح اللي الناس شايفينه دلوقتي. لو بتفكر تفتح شركتك يبقى لازم تشوف القصة من منظور جديد هيغير وجهة نظرك تماما، وهيساعدك انك تنجح في البيزنس بتاعك ان شاء الله، وخصوصا في الظروف الاقتصادية الحالية وفي ظل وجود المنافس. انا بشارك معاكم خبرتي وخبرات ناس تانية كتير والمشاكل اللي واجهتنا في مجال ريادة الاعمال، وده هيوفر عليك وقت وفلوس وصحة ومجهود، وهتكون شايف زاوية جديدة وانت بتاخد قراراتك في نجاح شركتك. طيب ما تيجي نرجع بقى خطوة لورا ونفهم يعني ايه اصلا ريادة الاعمال. ريادة الاعمال هو البيزنس زائد فكرة عادة بتعمل ديسربشن، يعني ازعاج او تعطيل لسوق العمل الحالي بمنتج او خدمة جديدة. وعادة ما بتبدأ ريادة الاعمال كمشروع تجاري صغير، ولكن بيكون في رؤية طويلة المدى اكبر بكتير، وطبعا بيكون في سعي لتحقيق ارباح عالية والحصول على ماركت شير او يعني حصة في السوق من خلال فكرة جديدة. وهنا لازم تحدد نسبة المخاطرة اللي انت حاببها وماشية مع عقليتك وشخصيتك وظروفك وسنك كمان، يعني تبقى مقرر هتحط فلوس قد ايه من اللي انت محوشها معاك. ولو بتقرا في موضوع ريادة الاعمال والبزنس هتعرف ان معظم الدراسات بتقول معلومات خطيرة جدا. وهنا انا مش بخوفك ولا بقولك ما تعملش البزنس بتاعك، انا بخليك تشوف الوجه الاخر للعملة عشان تاخد القرار وتكون عارف نتيجة القرار ده في العالم شكله عمل ازاي لما اخدوا القرارات دي. من غير مقدمات ولا تزويق، الدراسات بتقول ان 90% من الشركات الناشئة بتقفل، وان معظم اللي قفلوا بيكونوا ما بين السنة الثانية للسنة الخامسة. بس المهم ان احنا نعرف هي الشركات دي قفلت ليه علشان ما نقعش في نفس الاخطاء دي. في دراسات بتقول ان اكتر من 34% من الشركات قفلت بسبب استراتيجيات تسويق كانت غلط، ونفس الدراسة بتقول لك ان 22% من الشركات دي قفلت بسبب اخطاء تنفيذ الخطة التسويقية، 18% كان بسبب مشاكل في فريق العمل للناس اللي مشاركة بعض، و16% مشاكل متعلقة بالتدفقات النقدية والأمور المالية في الشركة، و6% من الشركات دي قفلت بسبب عدم استخدامها للتكنولوجيا وتأمين البيانات والأمن السيبراني. 2% من الشركات قفلت بسبب مشاكل متعلقة بالتشغيل أو الأوبريشنز، و2% برضو قفلوا بسبب مشاكل قانونية. يعني لو جينا كده نشوف أكبر 4 أسباب هتلاقيهم أسباب متعلقة بالخطة التسويقية، تنفيذ الخطة التسويقية، فريق العمل، مشاكل متعلقة بالتدفقات النقدية. تعالوا بقى ناخد كم مثال علشان الصورة توضح أكتر وتشوف ما وراء الكواليس. بس هجيب ليك شوية شركات كبيرة وما تتخضش، علشان في آخر سلسلة الفيديوهات دي هقولك على هم بقوا كبار إزاي وإيه سر نجاحهم. شركة زي اير بي ام بي لما بدأت سنة 2007 وكان ليها 2 مؤسسين، برين تشيسكي وجو جيبيا، وبدأت فكرتهم لما 2 استضافوا 3 ضيوف في سان فرانسيسكو. وصل النهاردة إنهم أكتر من 1.5 مليار ضيف بيستأجر بيت أو غرفة بتاعت ناس تانية ما يعرفوهمش في حتة تانية خالص في العالم. وخلينا متفقين ان لو كنت عرضت عليك الفكرة دي من 15 سنة كنت هتقول عليا مجنون. وانستجرام لما طلعت سنة 2010 لمؤسسها كيفن سيستورم، وكان اسمها ساعتها بيربن على فكرة، وكانت بتعمل شير لصور بس من مواقع معينة. وبرضه خلينا متفقين ان لو كنت عرضت عليك الفكرة دي من 15 سنة كنت هتقول عليا ايه التفاهه دي. قيس على كده شركات كتير زي لينكد ان وواتساب واوبر. طبعا انا شايفك وسامعك، واكيد دلوقتي بتقول لنفسك ان الامثله دي كبيره قوي ومش ممكن تحصل تاني. بس الرد هنا بسيط جدا، اتعب نفسك شويه واتفرج على افكار بتاعه شارك تانكس، هتتاكد ان لسه في افكار كتير وكلها بدات بشكل بسيط وصغير. بس الاهم هنا انك تشوف وتحلل هي الناس دي ازاي فكرت وخلقت البيزنس من الفرصه. ولو شفت معظم الناس اللي دخلوا في مجال رياده الاعمال والبيزنس هتلاقي في قاسم مشترك بيحددوا سؤال هيوضح لك هم ليه بيفكروا بالطريقة دي. تصرف
اقل ما بتقبض ولا تقبض اكتر ما بتصرف؟ ايه ده، هي تفرق؟ ركز تاني كده في السؤال وبقول لك ان الاجابه ايوه طبعا تفرق جدا. والناس اللي نجحوا في شركاتهم بيفكروا دايما في حاجتين: ازاي اقبض اكتر ما بصرف، وازاي فلوسي تشتغل عندي. لما بحضر استشارات لشركات او ندوات او تقييم مشاريع لشركات، بسال الشباب شويه اسئله، بس اهمهم فين البيزنس موديل او البيزنس بلان، وانت ليه عايز تفتح شركه اصلا. طبعا وبنسبه كبيره بلاقي الشباب عاملين بيزنس موديل محتاج يتعدل، بس مش دي المشكله الاساسيه. المشكله اللي بجد ان السؤال التاني هو انت ليه عايز تفتح الشركه. وغالبا هنا الاجابات بتكون زي انا عايز اشتغل واكسب فلوس اكتر من الشغل في الوظيفه، او ان انا عندي شغف في البيزنس ده عشان بفهم فيه وبحبه جدا. طب عايز اشتغل براحتي ومحدش يتحكم فيا وما يكونش عندي مدير بينكد عليا كل يوم. طيب عايز يكون عندي القدره على تطوير منتجات او حلول في السوق انا شايفها، او بيكون عندي القدره في التحكم في منظومه كامله وانا اللي اديرها براحتي، او عايز اعمل حاجه وانجح فيها. المفاجاه هنا ان كل الاسباب اللي الناس قالوها وغالبا جت في بالك انت كمان، واللي كانت سبب هم ليه عايزين يفتحوا الشركه، ممكن تطلع هي نفسها الاسباب اللي تخليهم لا قدر الله يقفلوا الشركه. تعال بقى وركز كده، واوعى تكون هتعمل في نفسك الغلطات دي، لانها هتكلفك وهتخسرك كتير، والخساره هنا هتكون فلوس وصحه ووقت، وممكن كمان تكون اصدقاء. طيب بالنسبه للفلوس ممكن تتعوض، انما الصحه والوقت والاصدقاء دول كل سنه وانت طيب. كل اللي انا عايز اقوله انه بلاش تلبس اكياس رمل تقيله في رجليك تخليك مش عارف تجري في مشوار رياده الاعمال. البيزنس الناجح واللي يقدر يكمل هو البيزنس الخفيف، اللي يقدر يتاقلم بسرعه وياخد قرارات سريعه تحقق اهدافه، حتى لو كان القرار ده مش صح يقدر يرجع يصلح المسار بسرعه. تعال ناخد الاسباب اللي خلت الناس تفتح شركات واحده واحده كده ونحللها ونطلع بالدروس المستفاده. اول سبب ان انا عايز افتح البيزنس ده عشان اكسب فلوس اكتر بكتير من الشغل في الوظيفه. طبعا انك تفتح الشركه دي حاجه كويسه وممكن كمان تجيب لك فلوس وعائد مادي مجزي محترم، بس اخبار عضلاتك الماليه ايه قبل ما تبدا المشروع؟ هو ده السؤال اللي بتبدا تساله لنفسك علشان تشوف انت هتعرف تكمل ولا لا. تخيل معايا كده ان عندك مزرعه وانك بتحفر بير ميه في الارض علشان تشرب وتسقي الزرع. لو عضلاتك مش قويه غالبا هتبطل حفر مع اول ظهور للميه، مع انك عارف ان الميه دي ممكن تكون قليله، وممكن كمان تكون متاكد ان درجه الملوحه بتاعتها عاليه جدا ومش مناسبه للشرب والزرع. البديل هنا انك تكمل حفر وانت تعبان لحد ما توصل لطبقه البازلت اللي بتاخد مجهود اكبر بكتير، بس كل ده علشان تلاقي ميه اكتر بكتير ودرجه الملوحه بتاعتها اقل، فتناسبك وتخليك فوريفر انك انت مبسوط بالميه اللي معاك. بس ده مش هتعرف تعمله غير لو كانت عضلاتك دي جاهزه، وهنا بتكلم عن جاهزيه عقليه وفكريه وماليه في المشاريع. نفس الكلام بقى في البيزنس. شركتك مش هتجيب لك اي عائد مادي غير بعد سنه او اكتر من كده، ده انت لو شغال كويس. يعني لازم تسال نفسك وتشوف هل تقدر تعيش وتصرف على نفسك وعلى الشركه من غير ما تكون بتدخلك اي فلوس حقيقيه لمده 12 شهر على الاقل. كتير بيفرحوا باول مكسب ضعيف علشان ما عندوش عضلات ماليه تخليه يستحمل، والنوع ده من البيزنس يا اما بيفضل صغير او على طول بيقفل. طيب حاجه كمان، التجاره زي ما فيها مكسب زي ما فيها خساره. يعني زي ما بتفرح ساعه البيع اللي فيها مكسب، لازم كمان تستحمل ساعه البيع اللي فيها خساره. اللي لازم تاخد بالك منه هنا هي قدرتك الماليه اللي تخليك تستحمل شركتك وهي مش بتدخل لك اي فلوس، وكمان قدرتك على سداد الالتزامات اللي عليك، يعني من ايجار، اجهزه، مرتبات، تامينات، ومحاسب وحاجات تانية كتير. وهنا انت بتكون عايش جوه حرب استنزاف. الخلاصه ما تحفرش وانت تعبان وضعيف علشان ما تضطرش تشرب اي ميه وخلاص. يعني لازم تكون معاك فلوس زياده عن احتياجاتك، والشرط هنا انها تكون بتغطي مصاريفك ومصاريف شركتك لمده 12 شهر على الاقل. تاني سبب بقى انه الناس بتقول لي والله يا عمرو انا عندي شغف بقى في البيزنس ده وبحبه وبفهم فيه. هو طبعا حاجه حلوه الشغف، وطبعا يكون جميل انك بتفهم فيه، بس الاجمل ان يكون عندك القدره انك تطلع فلوس من الشغف ده. غير كده لو سمحت اركن الشغف على جنب عشان مش وقته خالص دلوقتي. ولما تقوى ماديا يبقى دور على الشغف في درج الذكريات. وممكن كمان الشغف ده يكون سراب او وهم. الفخ اللي كتير من الشباب بيقعوا فيه، وهنا هبقى يعني السوشيال ميديا هي السبب وليها دور كبير جدا في الحته دي، انهم بيكونوا فاكرين ان هم عارفين الشغف بتاعهم. بس هو السؤال هو انت جربت كام حاجه عشان تعرف الشغف بتاعك فين؟ وهل عندك تنوع في الخبرات علشان تتاكد ان شغفك ده حقيقي؟ قناعتي الشخصيه بعد
ما اشتغلت كموظف في اكبر الشركات العالميه وبعد ما فتحت شركات ان الشغف نجف، يعني ينور طريقك بس، وعشان تمشي في الطريق ده لازم تكون عارف ازاي تطلع منه فلوس. وخليني هنا اسالك، انت بتدور على شغف الفلوس ولا فلوس الشغف؟ هي تفرق، تفرق. واللي فرق معايا وعقليتي اختلفت، وكتير قوي من رجال الاعمال عقليتهم مختلفه في الحته دي، لان هم بيشتغلوا بعقليه فلوس الشغف. يعني ازاي تطلع فلوس من الشغف او من الحاجه اللي انت بتحبها. الفخ التاني بقى اصعب شويه، وعشان تفهم قصدي كده تخيل معايا ان في شيف شاطر جدا ويعني جامد جدا في شغله، وبيشتغل في مطعم كبير ومرتبه كويس وحياته زي الفل، فمفيش احسن من كده صح؟ لو راح الشيف ده فتح مطعم، تفتكر كام في المية من وقته هيروح في حته الطبخ؟ خليني اقول لك انه ممكن ما يعملش اكل تاني في حياته. تخيل، لان معظم وقته هنا هيروح بقى في الاداريات، تنظيم، المتابعة، حل مشاكل، وهينسى الطبخ تماما. عشان كده بقولك انه مش معنى انك تبقى شيف جامد يبقى تفتح مطعم. قيس على نفس الكلام ده بقى المحامي والدكتور والصيدلي والمحاسب واي وظيفة تيجي على بالك. الخلاصة هنا انك ما تمشيش بشكل اعمى ورا شغفك وبس، عشان ده غالبا هيؤدي الى افتتاح شركة محكوم عليها بالاعدام. ثالث سبب، انا عايز اشتغل في شركة عشان اكون براحتي كده ومحدش يتحكم فيا وما يكونش عندي مدير بينكد عليا. سامحني، لانه انت كده بترتكب غلطة في حق نفسك. في شركتك انت بتشتغل عند كل الموظفين اللي بيشتغلوا معاك من اصغرهم لاكبرهم، ومضطر كمان تشتغل مع ناس كتيره وتقنع كل واحد بمفتاحه من غير ما تضر شركتك او تدي حاجه لحد هو ما يستحقهاش، لانه ده هيضرب المنظومه بتاعه الشغل ويعمل مشاكل بين الموظفين كبيره جدا. وهنا انا محضر لك مفاجاتين. المفاجاه الاولى بقى انك هتشتغل عند كل الموردين بتوعك، بس المفاجاه الاكبر انك هتشتغل كمان عند كل العملاء بتوعك. المشكله هنا انك مش قادر او مش عايز تشتغل في وظيفه يعني بتحتاج 8 ساعات في اليوم، يبقى تنسى خالص موضوع الشركه، لانه الحقيقه يعني غالبا هتشتغل من 12 ل 15 ساعه يوميا وتحت كميه ناس انت مش ممكن تتخيلها، ومعظمهم يعني هيبقى عايز ينكد عليك علشان علاقتهم بيك مبنيه اصلا على تضارب المصالح. طيب بص، ما تزعلش علشان هديلك خبر حلو يعني لطيف، انه في الويك اند بقى ان شاء الله كده هتشتغل بس ما بين 8 ل 9 ساعات. يعني لو فاكر انك يعني هتعيش في دور صاحب الشركه بقى، وزي ما بتشوف في المسلسلات اللي بيصحى براحته ويروح الجيم وبعد كده يروح يشرب قهوته وبعدين يروح الشغل ياخد له كام اجتماع كده دمهم خفيف وبعدين يروح يتغدى وبعدين يرجع يكمل شغل خفيف ويخرج بالليل مع اصحابه، للاسف يعني الكلام ده مش حقيقي تماما في معظم الشركات. المخرج هنا بيوريك الصورة الحلوة بس بعد سنين من التعب كبيرة جدا. طيب تخيل معايا انك صاحب الشركة وبتروح بقى متأخر او بتروح في وقت ما يعجبك وتمشي وقت ما يعجبك. تفتكر حال الموظفين في الشركة دي هيكون عامل ازاي؟ هي الشركة دي اصلا ممكن تنجح؟ ولو ناوي تفتح شركة يبقى لازم تبقى عارف من الاول ان الرحلة دي مليئة بالتضحيات والالتزامات والانضباط، وهم دول البنزين اللي بيغذي نجاح اي شركة. وهنتكلم عن لستة التضحيات في الفيديوهات اللي جاية كمان. لو عايزين تتعمقوا اكتر في ريادة الاعمال تابعوني عشان هشرح باقي التفاصيل بس من زاوية جديدة زي ما قلت في الفيديوهات اللي جايه، وهيبقى في عندي كميه اسباب وتحليل الاسباب دي ازاي تفتح شركتك وتحافظ عليها من الوقوع في الاخطاء. وهجاوب على اهم الاسئله المرتبطه بنجاح الشركات واللي بتدور في دماغك دلوقتي، زي مثلا انه ايه الحاجات اللي هكون محتاجها عشان افتح شركه، ومن ضمنها طبعا المهارات هنتكلم عليها. ازاي اختار شريكي، ازاي اتفق مع شريكي لما نختلف. في النهايه دي ارزاق، يعني انت عليك السعي وتجتهد بس كمان محتاج توفيق من عند ربنا. وصدقني خلي اكبر سبب يخليك عايز تفتح شركة انك تكون سبب في رزق الناس تانية كتير. هي دي التجارة المظبوطة اللي ربنا بيساندها وبيكرم اصحابها. وصلنا لفقرة الكتاب، والنهاردة معانا كتابين مهمين جدا هيحطوك على الطريق الصح. الكتاب الاولاني اسمه 0 to 1 يعني من صفر لواحد، والكتاب التاني اسمه Good to Great من جيد الى عظيم. في الكتابين دول هتتعلم ان البيزنس الناجح بيحط الاولوية للابتكار، وهيدي لك بعض الاقتراحات والافكار في مجال التكنولوجيا، وهيقول لك كمان ايه الخطوات الاساسيه اللي تنتقل من مرحله اللي هي جيد الى مرحله العظمه في البيزنس، وده عن طريق استماعك للحقيقه والتحليل واتخاذ القرار في الوقت المناسب. ما تنساش تكتب في التعليقات بقى ايه اكتر حاجه سمعتها وعجبتك وعلقت معاك، وتاكد انك انت مشترك في القناه عشان توصلك كل الفيديوهات بتاعتنا، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي.